سلام فراولاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. موعدنا اليوم في حلقة جديدة مع وصفة سهلة ورائعة كيف ما عودتكم. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا واحد الكلاص اللي كيجي هائل جدا بحال اللي كيتباع في المحلات الراقية، والمذاق ديالو كيجي رائع بزاف بزاف. كنقترح عليكم تصاوبوه بالفواكه الحمراء، حيت عارفة بلي الأغلبية ديال البنات فينا والوليدات كيحماقوا على الفريز والفرomboise، ولكن يمكن لكم تعوضوه بالفاكهة اللي كتفضلوا. ما نكثرش عليكم بزاف الهضره وندوزو نحضروا لاكلاص ديالنا. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الماسكربون، 400 مليلتر ديال الكريمه السائله تكون بارده مزيان، 100 غرام ديال الفواكه الحمراء، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، من 3 حتى 4 ديال المعالق كبار ديال لا كونفيتور ديال الفرomboise. يمكن لكم ديروا اي كونفيتور عندكم. وبالنسبه لعشاق الشوكولا يمكن لهم يعوضوا لا كونفيتور بالنوتيلا، حتى هي كتجي رائعه جدا. كنطلعوا الكريمه السائله والماسكربون بالباتور حتى كتولي لينا شونطيه شاده في راسها. من بعد كنزيدوا عليها لا كونفيتور دو فرomboise والسكر كلاصي وكنخلطوهم مزيان. كنديروا لا كريم اللي حصلنا عليها في واحد لابواط هرميتيك، كنضيفوا عليها الفواكه ديالنا وكنديروها في الكونجيلاتور من ساعه ونص حتى لساعتين، وكنقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالنا، كيجي من داك الشيء الرفيع بحال جبتيه من المحلات الخاصه بلاكلاص الممتاز. ضروري ما تجربوه وديروا فيه الفواكه المفضله عندكم، غادي تحماقوا عليه بلا شك. يمكن لكم عوض ما ديروه في لابواط هرميتيك يمكن لكم ديروه ديريكت في شي مول ديال السيليكون اللي عندكم وتسوقوه بالفواكه. المهم انا عطيتكم لا غوسيت دو باز، والاختيار كيبقى لكم نتوما ديروه بالفواكه والنكهه اللي بغيتو وتفننوا في التقديم ديالو. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تعملوا لي لايك وتخليوا لي تعليق، هذا شيء كيفرحني. كنشكركم بزاف على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله قريبا مع فيديو جديد.